هي صغيرة بالكل معناتها بريسك ما نعرف حتى شيء. نلقى روحي في عائلة معايا أمي وبابا ذوما اللي ربوني وأختي أكبر مني بعامين. بشوي بشوي بدينا نمشي نقرا معناتها ملي أنا صغيرة بالكل، ملي بديت نفهم عمري 5 سنين هكاك. نشوف في أمي وبابا حتى خواتي كي يجيو معناتها خواتي الأولاد نشوفهم معناتها يعاملوا في أختي الأخرى أكثر مني أنا. كيفاش؟ معناتها يميزوا بيناتنا. كيفاش؟ انا ملي انا صغيره معناتها ساره كل شيء، ساره تسيق، ساره تقد، ساره تمسح، تلبس هي خير مني. نسالها نقول لها امي علاش ديما تخيروا في اختي هذيك خير مني انا؟ تسكت ما تجاوبنيش. قعدت الحكايه هكاك لين كبرت بشويه بشويه نفس سامحني، هذا الكل فين عمر الساعه تقريبا؟ ملي حليت 6 سنين. ملي 6 سنين، ملي بديت معناتها تقرا نقولوا ملي بديت نقرا سنه اولى، حسيت اللي فما نوع من التمييز بينك وبين المفروض اختك. هاي كي كبرت نسمع في العباد اللي برا في الشارع يقولوا ساره ماهيش بنت فلان، ماهيش بنت فلتانه. نسمع هكا ونسكت. نسمع ديما فين ما نجي نسالهم نقول لهم يا اخي صحيح العباد كي يقولوا لي نسمعهم يقولوا برا امشي فركس على امك وابوك، هذوما راهم ماهمش امك وابوك. هذا سمعتوا من المقربين ولا من الحومه؟ لا العباد اللي غادي اللي يسكنوا بحذنا، اللي يسكنوا بحذاكم جيران. جيران. اي كل مره فين نسالهم ما يحبوش يجاوبوني. وسط بريود يومين وليت نسال فيهم، ما عادش نحب نمشي نقرا، وليت نهرب من القرايه، ما عادش نمشي نقرا. سالتش امك وابوك؟ سالتهم ما يحبوش يقولوا لي. اش قالوا؟ قالوا لي لا يكذبوا عليك. لا يكذبوا عليك. باهي في العمر 14 سنه 15 سنه 14 سنه امي وبابا ذوما طلقوا. اختي هذه مشت مع امي، قعدتش انا مع بابا. خواتي لقاو الفرصه ولاو ديما يجيو للدار، ما كانوش قبل امي غاديك معنا ما كانوش يجيو كان في الاعياد والمناسبات. هما وين كانوا خواتك سامح؟ معرسين. معرسين معناتها كل واحد شاف حياته. ايوه معرسين. عندك خويا اللي يسكن ورانا يجي نمشي هكا في النهار نقرا ساعه ساعتين. ساعه كيكه ساعتين خاطر هذا اللي مربيني انديكابي في كروسه. عنده اعاقه ولا؟ عنده 18 سنه عنده اعاقه. اللي هو ابوك؟ اللي هو بابا. ايوه. نروح هاكا ندوش له، نسيق الدار، نطيب، ننظف، نهزو، نبدل له كل شيء. انا عملت له كل شيء. جو خواتي لا كيفاش تقدي هذيك، لا باش تعمل هذيك. اقربهم خويا اللي يسكن ورانا. خويا يسكن ورانا يجي يبدا يضرب فيا، يبدا يعاون فيا. منهم مره الصباح روح سكران تعارك. تعاركت انا ومرته في الليل. قالت لي تعيط لي مادام امك ماهيش في الدار انا اللي نحكم لهنا. قلت لها ابار امي ذيك ما يعوضها حتى حد، انا راهو في الدار. هكاك كلمه تناقشت انا وياها. بابا قال لي اسكت. سكت على روحي. خويا روح سكران الصباح. قالت له راني تعاركت انا واختك راهو هكا. انا وقت نحضر في روحي باش نمشي نقرا. نزلت نقرا انا هكاك واقفه ونحس في خيال ورايا. تلفت نشوف كان في كرسي جاني هكايا ضربني تحت اللوطه في القاع. شكون اللي ضرب؟ خويا اللي ضربني بكرسي. كرسي اينوكس قسموا عليه في 2 في وجهي. تحت اللوطه في القاع. خرج سكر عليه الباب لليل وانا الدم يجري من خشمي مطيشه في القاع. في الليل قمت نلقى روحي بكل دم، القاع كله دم، دبشي كله دم. قمت قعدت 3 ايام والباب مسكر عليا بالمفتاح. لا ناكل لا نشرب لا حتى شيء. جا من بعد اختي هذه جات تلقى الباب مسكر عليا، خلعت الباب. قداش عمرك وقتها سامحني؟ 14 سنه. 14 سنه. خممت باش تمشي تشكي بيه؟ لا خاطر غزرت البابا. بعد 14 سنه شنو اللي صار؟ بعد 14 سنين نفس الحكايه. تجي اختي تضرب، يجي خويا يضرب، ولا يسحتوني ولا يخرجوني من الدار. العنف هذا المسلط عليك انت كان عنده اسباب ولا ما كانش عنده اسباب ولا كان بدون سبب؟ شنو الاسباب؟ بابا انا عنده املاك، عنده ديار وعنده لانه حتى شيء ما يبرر، اما كمان السبب تنجم تكون انت عملت مشاكل ضد اخواتك، ما نعرفش خاطر ما نسمعش كلام. فوالا ما تسمعش كلامهم في شنو؟ يحبوا هما مثلا ما تخرجش، ما تمشيش، ما عادش تمشي تقرا. ومع هذا لا تبرير للعنف معناتها حتى ولو كان هذا السبب. ومن بعد ولت الحكايه هكاك اللي يجي يضربني يسبني ويهني، اللي يجي يضربني يسبني ويهني. اصلا حتى ولين اخواتي ولوا يقولوا لي فيها يا اخي انت اخت من نصل ونحن باش نقعدوا نكسروا معاك راسنا ياسر. بدات تراتش الكلام ونقولوا احنا. صارت مره
جت اختي هذه المعرسه جت بحذينا، قعدت بحذينا نهارين، نهار الثالث جت مروحه العشيه، تعاركت انا وياها، ضربتني على فمي. انا باش نقول لك لاسي عليه، رجعت لها ضربتها بكف، خاطر ضربتني على فمي ضربتها بكف. تي حسيلو هو اللي خارج يضرب داخل يضرب، انتم في الدار ما فهمتش معناتها، ما فماش وسيله للحوار للتخاطب انكم تحكيوا، كان اضرب. بابا ما يحكيش قدام خواتي، ما يحكيش معاه. المفروض ابوك هو اللي يحميك، سامحني. اي هو اللي يحميك. لا هو كبير العائله. لا وهو البو. ما يتكلمش قدام خواتي، نقول له كلم ولادك يسكت. جا خويا ذيل ورانا، مشت مرته تجي قالت له راي اختك خواتك زوز راهم تعاركوا. جا هبط ناقشت انا وياه، هز بابا تليفون طلب المركز اللي بحذانا بتاع الشرطه غاديك، جوج جماعه مركز الشرطه هزوني للمركز غاديك. خذوا اقوالي. قداش عمرك وقتها تقريبا؟ 15 سنه. 15. خذوا اقوالي، عيطوا لبابا، خذوا اقواله، قالوا لي امشي روح على روحك، غدو الحي الصباح ترجع لنا. مشيت لهم غدا الحي الصباح، هزوني 15 سنه انت طفله، مازلت صغيره، طفله معناتها. صغيره بالكل. يهزوني بالكرهبه بتاع الشرطه، يهزوني المحكمه بتاع منوبه، يهزوني في تقديم. انا هذه وقتها معناتها قلت لهم علاش هزيني، قالوا لي خاطر بوك شاكي بيك تعدي لك. شاكي بيك بوك على شنو؟ عداه لي عقوق والدين، انا ضربت بابا مش ضربت اختي. فهمتك. ولا وليت انا ضربت بابا، حرضوه معناتها عمروه باش يمشي يشكي بيك اللي انت سوا ديزون ضربت انا بوك. في المحكمه غاديكا قعدت قريب ساعه ونص هكاك ساعتين، بعد تربطت ولا ما تربطتش؟ تربطت، اما مش في صلاحيه ولا مناوين في كيما المركز هذايا في منوبه. في المركز؟ لا كيما مركز كيما نقولوا نحن معناتها ما تخرجش وما تدخلش كيما. شنو وين؟ في منوبه، مركز رعايه اطفال معناتها. فوالا مركز رعايه اطفال. قعدت 6 ايام غاديكا ما يبدو يسالوا فيك معناتها واحد وكل شيء. قلت لهم انا راني نحب، هو ما تو قال مش مستعرف بها وما نجيش نخرجها، ما حبش يجي باش يجي الجلسه يصح عليه وما حبش يجي يخرجها. يقول لي اسكو انا بنته ولا لا، خاطر انا وقتها نفسيتي تعبسي عليه. جابوا لك بسيكياتر ولا عندنا بسيكياتر في الوحده غادي حكى معاك في الموضوع، جابوا لك ملحق اجتماعي فهم الوضعيه نتاعك؟ فهم. اي قلت لهم جيبوا لي، تمت الاحاطه بيك معناتها، ما برولوكش معناتها. لا تمت الاحاطه يعني لا يزي انت ما ضربتش، تتعدى للمركز ويهزوك المركز رعايه الطفوله وتتلفق لك تهمه وانت المضروبه حسب اقوالك، هذا اللي تقول فيه معناتها، هذا اللي فهمته انا. على الاقل لقيت لهوه غاديكا شويه. لقيت غاديكا لهوه، لقيت بنات معايا حاسبيني كيما خواتهم. واش صار من بعد؟ خرجت من بعد جلسه في منوبه، بعد 6 ايام هزوني. وين مشيت؟ جابوك؟ جاي هبطت له القاضيه اللوطه، عملنا في بيرو جلسه اللوطه. قلت لها سيد الرئيس قبل كل شيء نحب نعرف اسكو انا بنته، تو يتكلم قدامك اسكو انا بنته ولا لا. سالت له قالت له بنتك ولا لا؟ قالها لا مستبناها. انت انا يظهر لي لقيت فرصه قدام القاضيه باش تثبت فيه انه هذاك ابوك ولا لا. وقت اللي قال لي ماهيش بنت، الكلام الكل اللي تسمع فيه عمرك كامل من اللي انت صغيره، لقيت انتهزت الفرصه قدام القاضي باش تسال السؤال هذا. وسالت السؤال هذا؟ سالته. ايش قال بوك؟ قلت له علاش سكت، ما حبش يجاوبني جمله للساعه هذه في المساله، نقول لهم علاش استبنيتوني يسكتوا ما يجاوبونيش. جاوبك والا لا اللي انت بنته ولا؟ قال لي ماهيش بنتي، مستبنينها. قال قدام القاضي معناتها؟ قال لي ماهيش بنتي الا ما سالته المره الثانيه باش قال لي ماهيش بنتي. وشو ردة فعلك انت وقتها؟ انا تصدمت سي علاء، تصدمت. لكن انت كان عندك بريسونتيمون، كان عندك احساس من الاول انك ماكش بنتهم. انا حتى 50% مانيش بنتهم، حتى 50% لكن انت بنتهم بالتبني كمان. اي انا ما ننكرش فيها، ماكش بنته البيولوجيه، اما تبناك يتحمل مسؤوليته نورمالمون. هكا يصير. صحح عليا، خرجت روح بيا طول الدار، روح طول ملي خلطت دخلت لبيتي باش نمشي نهز دبشي باش نمشي ندوش. انا دخلت لبيتي والباب تسكر علي بالمفتاح. شنو هي الحكايه؟ تسكر عليك شكون؟ سكر عليك الباب؟ بابا سكر علي الباب بالمفتاح. قعدت جمعه وانا في البيت، لا ناكل لا نشرب. عجب والله، قعدت لا ناكل لا نشرب لا نخرج، قاعده غاديك في البيت مسكرين علي الباب. بعد جمعه حلوا لي الباب. جاو نهارتها العشيه للدار. تعاركت انا وخويا، يكركر فيا من هنا، اخرج من الدار. اخرج وين باش تمشي؟ سامحني. خرجوا فيه من الدار. سامحني، خرجوك في الدار علاش؟ ومن بعد
هذه كل على الورث يا علي. لا موضوع الورث يظهر لي عمرك صغير. اسمعني ما زلت صغيره، ما زلت حدث معناتها ما بلغتش معناتها سن 18 سنه. انا جو بونس هكا حتى ولو هذا قد يبرر خوفهم راهو، والموضوع ما تطرحش بيناتكم. سامحني وشنو هي الورث؟ سامحني هما عاش عندكم باش تورثوا ترى فاهم؟ هما علاش يخرجوا؟ هو شنو هو الورث اللي موجود؟ سامحني ميسالش كانت تعطيني فكره. عنده ديار وعنده حوانت، برشا ديار وحوانت. عنده ديار وعنده حوانت غاديك بحذانا. هذه الكل هما يحبوا يخرجوني ويزيدوا يحرضوا عليا بابا باش يعمل استرجاع في التبني، خاطر في بالهم اللي انا مانيش اختهم. دونك ما في بالهم مش اختهم من الاول، يحب يتراجع معناتها. ربما هذا هو تفسير الشكايه معناتها. حب يتراجع في التبني باش انا ما نخش معاهم. معناتها اللي فهمته ساره انه بوك ركب لك حكايه انك اعتديت عليه بالعنف ولا عقوق ولا شيء من هذا القبيل، حب يثبت عليك العقوق باش يحاول يخرجك من الميراث ويسقط في عمليه التبني اللي عملها بعزم من اخواتك. معناتها هذا هو المقلب احنا نقولوه اللي صار لك. هكا ولا؟ وبعدين شنو اللي صار؟ بعد خرجت مشيت مع بحذا امي، مشيت معاها عيش معاها هي. تحسنتش الامور؟ سامحني. لا تحسنتش. خرجت نخدم على روحي. نخدم ونروح الشهري. انت سامحني علاش اخترت بوك تمشي معاه ساعه وما اخترتش امك؟ خاطر اختي مشت مع امي وهو قعد وحده وهو انديكابي في لا علاش انت بالذات مشيت معاه؟ كان ينجم يكونوا واحد من خواتك الاخرين. خواتي الاخرين معرسين ما يجوهوش. كان انت دونك وبعدين خرجت نخدم على روحي. الشهريه اللي ناخوها ناخذ في 200,000. الشهريه اللي ناخوها نلبس منها ناكل منها. قداش عمرك تقريبا وقتها؟ 16 سنه. 16 سنه. ومن بعد فاش تخدم سامحني؟ معمل جلد. ايش تخدم؟ بورتفايات يعني. فهمني مساجي ما ستوشيت نصنع. ستوشي لي بورتفاي معناتها تصنعهم تقص ولا تخيط؟ لا انا نعدي الكل ومن بعد بشوي بشوي اللي بديت. ومن بعد تعرفت على طفل. تعرفت على وليد. وين تعرفت عليه؟ يخدم في القهوه وين يسكن بابا، مش وين تسكن امي. وين يسكن بابا. كيفاش تعرفت عليه؟ سامحني في الشارع؟ احكي لي شو صار اللي باش تحكيه لي تو مهم في حكايتك. معناتها التفاصيل هذوما ماهوش فضول مني راهو. لا بالعكس لازم نعرفوا التفاصيل الكل باش نجموا. كيفاش تعرفت عليه؟ خاطر بابا ما يمشيش. انا مثلا بابا يبدا حاجته بكرهبه نمشي وين القهوه انا نمشي نجيب له كرهبه. كانوا عندنا بنايه انا نكري كرهبه نمشي نجيب السيمان نمشي نخدم مع البنايه نتاعنا. وين شفتوا الوليد؟ غادي بجنب الدار. هو يخدم يخدم بجنب الدار. بعث لي مره ولد جارتنا عطاه النمرو قال له برا امشي عطاه النمرو باش نحكي معاها. انا معناتها ما قلت لهاش حساب معناتها. يعني هو كان المبادر. قطعت النمرو ومن بعد جاني هو بروحه قال لي راني نحب خلي نحب نحكي معاك واحد باش عطيته النمرو. قعدنا في اتصال ببعضنا يكلمني ونكلمه ويعرف حكايتي خاطر سمع من عند العباد مغاديك عارف حكايتي. قال لي انا نكون لك كل شيء، نكون لك امك ونكون لك بوك، نكون لك كل شيء. البريود الاولانيه 3 سنين الاولانيين، العام الاول العام الثاني فين ما يمشي يكلم داره نقول له شنو نخطبها تقول له امك هي متبنيه باش نمشي ناخذها لك. من عند امها اللي تعيش وحدها ولا من عند بوها اللي مطردها تو من الدار. هذا شو يقولوا عائلته. هذا شو يقولوا عائلته. هو ما فما حتى مانع ولو متبنيه معناتها كان ينجم يخطبك من عند بوك ولا من عند امك اللي متبنينك. ماهيش قعدت فك 3 سنين في لا لان صارت غلطه من بيناتي انا وياه. بعد قداش من عام ساعه قعدتوا؟ بعد 3 سنين. 3 سنين. شنو اللي صار؟ غلطت معاه. حبلت منه. ارادتك ولا؟ ارادتي. حبلت منه. الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث شلقت بروحي حبلة انا في الشهر الرابع. كلمته وقلت له راني راهو هكا وهكا. قال لي نمشي نطيحوا الصغير. هو قال لي خاطر ما عندنا حتى حل اخر. الاجل القانوني وفاء. عمليه الاجهاض في تونس اقل من 3 اشهر. مشينا للطبيب قال تو الصغير ما عادش يتيح. مشينا للطبيب قال الصغير ما عادش يتيح. وليت خلينيه الصغير قال لي يبقى. قلت انا نتحمل مسؤوليتي. قال انا غلطت الغلطه ما يصيرش خليت نتحملها انا مسؤوليتي. قعد ايش معناتها يتحمل مسؤوليته يعرس؟ انا هكا نعرفها. معناتها كلمته انا قلت له اجا نكتبوا حتى صديق داركم ما حبوش. وما المانع في هذا؟ ما حبش. شو؟ ما حبش. ولا يسكر عليه في التليفون ولا ما عادش يحب يهز عليه التليفون. سامحني شكون اللي رافض؟ تحس عائلته ولا هو؟
دارهم مسيطرين عليه. سمعوا بحكايه الحباله هذه؟ لا ما سمعوش بحكايه الحباله دارهم، اما مسيطرين عليه. خاطر ينجم يكون يغلط فيك راهو، ينجم يكون يغلط فيك. ايش قال لك هو علاش؟ كي نقول له اجا اكتب، كي قلت له اجا اكتب عقد القرانه الصداق، ايش قال لك؟ قول لي كي نكتب عليك الصداق وين باش نسكنك، كان نكتب عليك الصداق ونهمل انا قبل ما يعمل العمله اش ما قالها لك وين باش نسكنك ولا نسكنك من بعد؟ اش تو ظهر له تو وين باش يسكنك؟ نقول له اجا اكتب صداق ولي يتهرب ولي يعلق عليه التليفون ولي يسكر عليه في التليفون. اي توا حبله. اي في الشهر السابع. فانا شهر السابع. مشيتش للطبيب؟ اش قال لك عندك بنيه عندك ولاد؟ مشيتش ما عديتش. كيفاش؟ ما مشيتش لحتى طبيب وما عديتش، خاطر امي وبابا توا رجعوا مع بعضهم وكانوا مطلقين رجعوا مع بعضهم، وما اصلا معناتها ما في بالهمش بالحكايه، ما يخلونيش نخرج من الدار جمله هما. انت منين جيت تو؟ جيت من الدار. في بالهم؟ لا. يا ورطه هذه كيفاش؟ يعني انت توا جيت لهنا باش تعلم داركم في التلفزيون معناتها خاطر تو اخزر باش توحلني وحله قد خاطر الساعه لا امي شكت هي بشوي استنى. لا ما هو هنا باش ما يقعش لوم بعد لا على ليميسيون ولا على فريق الاعداد ولا علي انا وجايبها الطفله. انت ما وجيت الطفله صحيت الطفله جات بسقيها اما عندها مصيبه. المصيبه هذه ما نجمتش تفضها في الدار. علاش ما قلتش لامك وابوك؟ خاطر الساعه لا هي شكت. معناتها تجي تسيب لي قنبله لهنا باش تطرشق لي لهنا في الاستوديو. شكت فيا هي ساعه لا انا نكرت لها قلت لها لا بتاتر جايينك لهنا تحس بنوع من الحمايه ونجم نأمن لك حمايه من بعدين في مع وزاره المراه مع بعض الجمعيات مع كذا. اما تسيب لي قنبله موقوته من بعد. حتى التريتمون معناتها المعالجه التلفزيه تفهم فيها اللي هي واقعيه. هاك تشوف بنايه ما قالتش لدارهم اللي هي حبله في الشهر السابع جات لي ليميسيون وتعلم فيهم لهنا ما خاطر الساعه عليه شكت فيا كل شيء ماشي تكبر شكت فيا تقول لي والله كان اللي يطلع في راسي وتطلع انت حابه تقول لي والله نقول لك. اي تو شو الوحله تو الورطه اللي عملتها تو كيفاش باش نعمل؟ فاهم نحب نفهم معاك باش الليله ماكش مروحه للدار هكا ولا ناوي مروحه؟ فهمني باش نفهم باش نجم نلقى لك حلول. سينو باش جايتك لهنا باش تسبب لك مآسي سانسيرمون طوني مصيبه. علاش ما قلتش لداركم؟ علاش ديما يهدد؟ علاش جيت قلت لهنا باهي ميسالش اقنعني. علاش جيت قلت لي الكلام هذايا هون؟ قل لي ميسالش. باهي انا جيت باش يسمعوه في التلفزه ويشوفوه في التلفزه خير من نقوله لهم انا. مانيش ضامن لك وين باش تروح كي تسمع. تنجم تروح للدار؟ تنجم؟ باهي بربي ملاحظه للساده المشاهدين باش ما كي تبداو تتفرجوا خليوكم في مكان البنيه هذيا ما تبداوش تقولوا واه شنو. اولا حتى واحد البنيه هذيا ما ينجم يحكم عليه حتى واحد مهما كانت الاهليه نتاعو ومهما كان القدر نتاعو والقيمه نتاعو. البنيه هذيا كيما اختنا الساعه هذه اختي ما غلطت والخطا ينجم يكون راهو في احسن العائلات وكل واحد ينجم يغلط. والبنيه ذي راهي تنجم تكون في اي دار وفي اي عائله تونسيه. ما تقولوليش ما فماش منها الحكايه هذه. ياما بنات ضحكوا عليهم رجال وعداوا عليهم بصغير في كرشهم وما ياخذوهمش ومن بعد يلوحوهم يسيبوهم. معناتها البنيه هذيا ما نجموش نلوموها في حتى شيء. نلوموها في انها غلطت هذا بالتاكيد. اما باش نحكموا عليها ونستصدروا عليها حكم معناتها نقتلوها ولا نبعثوها للحبس ولا كذا لا مش معقول. الغلطه وصارت. هاي سيدي الورطه الواقع هذا كيفاش نجموا نحلوه كيفاش نجموا نصلحوه. بون كايميسيون عندنا جزء من المسؤوليه الاخلاقيه في انه البنيه هذه على الاقل نحميوها ونزوها للطبيب ونشوفوا لها حل ونلقاو لها حل. والطرف الثاني اللي هي طلبته اليوم انا هاو دوري وين يقف نورمالمون. انت جاي اكيد مستدعي صاحب العمله مول العمله هكا ولا هذا دوري انه نجيبه نقرا ونقول له يجي يكتب صداق ونزوه يكتب صداق على الاقل حليت مشكله. ما حبش وين باش تروح وين وكيف نجم نعاونك نلقى لك على الاقل جزء من الحل في انك وين تبات وين تاكل وتشرب وين تعيش. لانه المحيط العائلي رغم انك ارتكبت خطا كبير يشكل خطر عليك مالوريزمون الله غالب
والاهم من هذا انه فما حمل مدته 7 أشهر ما تعرضش الى المتابعه الطبيه، وهذا خطر على صحتك ساعه، خطر عليك انت قبل ما يكون على البيبي اللي في كرشك. تو فهمت المشاكل اللي موجوده هذه كل. سؤالي نعاوده لك مثالي شو نحبك تقول علاش جيت لهنا؟ علاش؟ قول لي مثالي طمني انا، طمني على الاقل. جيت لهنا نحب يكتب عليا صديق سي علي، وتتصور بجيبان لهنا وجيبانك لي لهنا تنجم تلقى الحل هذا؟ ممكن. انت هاربه من العائله، خايفه؟ خايفه من هاربه منهم؟ خايفه منهم سي علي. هاربه منهم؟ انا خاطر انا خسرت حياتي سي علي. انا حل الوحيد كان هو، ما عندي حتى حل اخر. اي انت تعرف انه فما زوج احتمالات، ينجم يقبل ينجم لا، ينجم يقبل يكتب عليك الصداق وينجم لا. انت متحضره الحالتين الزوز ولا لا؟ خاصة في حالة الرفض، حاضرة ولا ماكش حاضرة؟ حاضر. عندك مخطط في ذهنك كيفاش باش تقاوم هالورطة هذه؟ به بربي فريق الاعداد كنبصوا معايا اش نجموا نعملوا للبناي. انت شوفوا لي حل كيفاش نحميوها ساعه من المحيط اللي هي فيه، رغم انها غلطه واللي عملته ما يجيش وماهوش معقول وعيب و و و و احنا قدام وضعيه، الغلطه ما تتحملهاش وحدها، العائله غلطه، السيد اللي عمل العمله غلط، انت غلطه، الزوز تتحملوا المسؤوليه وبما فيهم العائله زاد الاهمال اللي لقيته وكذا. ايه نقعدوش توا فك الاحبال على الجراره شكون غلط الاول ولا الثاني العظمه ولا الدجاجه، اعطيني انا حل، اعطيني حل. نورمالمون البنيه هذه ما تجينيش، راهو نورمالمون البنيه هذه تمشي لمؤسسات اخرى تتلهى بها وتنظم لها امورها. انت مرحبا بيك، جيت لي انا مرحبا بيك، نعاون مع المؤسسات هذه قد كيفاش نجموا نعملوا كيفاش نجموا نعاون. انا ما نحبش الغلطه اللي غلطتها امي، نحب نغلطها انا، معناتها نحمل ولدي المسؤوليه، معناتها مثلا نقول نجم نولد ونعطيه، معناتها نجم انت ما تحبش اللي صار عليك يتعاود على. اما لاحظت معايا انه الخطا. تو شوف، تو انت عارفه وضعيتك شنو هي، وضعيتك في العائله المتبنيه، تعرفها اللي انت ماكش بنته. لما تقيم علاقه مع شخص يلزم يقعد في ذهنك الخطا اللي وقعوك فيه غصبا عنك بدون ارادتك، ما تعاودوش. انت مو هكا ولا؟ يعني ربي اعطانا عقل واعطانا ذهن باش نفكروا به، علاش نعاودوا نفس السيناريوهات نعاودوها؟ علاش ديما يقول لك اللي غلط الغلطه الاولى يعاود الثانيه؟ لا، نجم نغلط الغلطه الاولى ما نعاودش الثانيه وما نعاودش الثالثه. انت مشاعرك تجاوزتك وقتها، حبيته انت هذا؟ نحبه سهل التو حتى كي قال لك لا ما ناخذكش وانت حبله في الشهر السابع تو تحبه. هذا جزء من المشكله زاد هذه، وهذا جزء من الورطه، انك تحبه زاد. كان جاي يحبك هو راه كتب عليك صداق وراك عرست. علاش ما عملتش هذا هو؟ مش تقول لي دار هما؟ لا، نقول له اجا اكتب علي صداق في باله هو تو في الشهر انا السابع، نقول له اجا اكتب علي صداق، قول لي باش نكتب عليك صداق باش نسكن انا وياك في الشارع وباش نسكنك. اكتب علي صداق وخليني قول له على الاقل وليد نلقاو حل للوليد يكون عنده بو وعنده لقب وعنده كل شيء. قول لي ما عندي وين باش نسكنك، انا اصلي لول ما عنديش، قول لي بطال ما نخدمش. لا 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 حتى هو اسمعني انا خسرت، انا اخوك اكبر منك، هذه لغه قشقيش نتاع حناك، هذا يعمل عمله ومن بعد يجبد روحه التالي، مش هو الاول ومش هو الاخر، ولك انت الاولى ولك انت الاخرى. مش بمنطق الرجال والزمان ما فيهمش امان، لا 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 لا، قبل هو اخوك الحنين وهو اللي يعوض لك بوك وكذا، صارت مشكله اوب الريحه نتاعو ما عادش تلقاها، هاتوا نجيبوه، هاتوا يجينا تو نوريك فيه. لا معناتها يتحمل انسان كي يعمل غلطه يتحمل مسؤوليتها. انت وقعت تلاعب بيك، انت لعب بيك الى حد اللحظه هذه، يلعب بيك وانت ضحيه مساهمه، انت في جزء من انك تكون ضحيه مساهمه، انت غلط وهو معك. وكان جات فما عائله اكيليبري متوازنه، راك في دار امك وفي دار بوك، هذا المفروض. انا عمري ما عشت باقي مش مبرر زاد باش تغلط حتى ولو نعرف.
يعني ما لقيتش شكون واقف معايا باش يدني للطريق الصحيح. انا ما لقيت حتى حد واقف معايا، كلها جايه زدتي. مشيتش لدارهم وعايلته؟ نطلب امه بالتليفون تقول لي ماهوش في الدار، هو يبدا في الدار. في بالها اللي انت حبلة؟ في بالهاش. باهي، انت علاش جيتني اليوم سارة؟ جيتك اليوم سي علي، نحبك تجيب لي بسام يكتب عليا صداق، خاطر ما عندي وين نمشي. باهي، كان ما حبش. هاي خلينا نبداو بالافتراضات يا سيدي. فما زوز افتراضات. قال ايه تفضلت المشكلة، قال لا. حتى حل سهل. ايش باش تعمل؟ ما عندي حتى حل سهل. انا جو بونس جابك الخوف، ما هكا ولا بيني وبينك خايفه وجيت تجري. باهي، احنا جاهزين للسيناريو الثاني، داكوردو؟ جاهزين له السيناريو الثاني، مش تشجيعا لك انت، راهو مش باش نشجعوك على الخطا نتاعك، نو، باش نلقاو حل على الاقل نحميوك من وسط عائلي تجنى عليك زاده، ما تبعكش، ما قركش، ما صحيح ولا اللي يقول فيه، ما حنش عليك، ما همش بوك وامك الحقيقيين. المفروض هذا انت توا تقرا سنه اولى حقوق ولا صحافه ولا طب، وهذه بربي مساج صغير للعائلات اللي ربي يحرمهم من الصغار وتبناوا صغيرات. بربي تحملوا المسؤوليه للاخر. ماك تحب تهز وذن القفه، هزها للاخر، مش خاطر عندك صغار اخرين ولا ربي ناب عليك بصغيرات اخرين تتخلى على اللي تبنيته. انت ماك من الاول هزيت لحمه، انت كمل معاه يا رسول الله. هاو يرجع لك بصغير في كرش وعمره 7 اشهر. هاي سيدي من بعد ما تنجمش، ما تنجمش تلوم ولا تحكم، ما تنجمش. هاي يا سيدي، هاي يا سيدي، بربي هذه دعوه لك الجمعيات النسائيه وبعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الوزراء طبعا تحركوا معنا كي تراو معنا قنبله، والامهات العازبات كي تراو معنا قنبله موقوته كيما هكا كلمونا، ما يسالش نتشاركوا مع بعضنا، نخدموا مع بعضنا باش نأطروا ونمنعوا ونحلوا مشكله، مش نقعدوا نتبربصوا. عندنا فما ديكا جاوا لعندي ما نقول لك سانسيرمون ما اتعس من هكا ولا واحد اتحرك. دونك رجاء نتعاونوا مع بعض. باهي، شكون مستدعي يا ساره رجو؟ بسام. الليله بسام اللي يكون موجود بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك. جات البرنامج عندي ما نقول لك ساره في ورطه كبيره، ساره حامل في شهرها السابع، غلطت مع اللي كان باش ياخوها واللي وعدها بالزواج لكن تخلى عليها. عاشت ظروف عائليه صعيبه في عائله تبناتها، ويبدو لي انه حاولت تتخلى عليها لانه فما مشكله نتاع ورث، فما حسابات قداش الدنيا مخيبها ساعات. معناتها بشر يقع تبنيه، الله اعلم بحاله، معناتها هو من الاول كيفاش جاء للعائله هذه، ومن بعد تبدا الناس الكل تخدم عليه في مخه على حانوته ولا على ارض ولا على دار باش يخرجوه من القسمه، يطرد يخرج يغلط اوب يجي لهون. ومش معناتها الناس الكل اللي تغلط تجي لعندي، ما نقول لك لا مش هذا القصد، لكن البنيه هذه حالتها. على كل لحظات الحاسمه نمشي مباشره مع زميله ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا بك ريهام، شكون بحذاك لله؟ الليله قاعد بجنبي بسام. مرحبا بسام. وبيك عشان بسام قداش عمرك انت؟ 25 سنه. 25. تخدم؟ لا بطل. بطل. شفت خوسه في يديك، معرس انت ولا لا؟ لا هكاكا جوست زينه لابسها. متعلق برشا بامك يظهر لي. لا مش امي هذه تالي. لا مش على امك، خاطرك موشم ميمه هكا. هاي ربي يفضلها لك. مازالت حيه امك؟ هاي ربي يفضلها لك. عندك خواتك؟ عندي خواتي. معناها في الدنيا ما تخدمش؟ لا. عندك فكره ليلى شكون استدعاك ولا؟ لا. تحبكش تخاف، تحبكش تدخل بعضك، خليك تهبط مع حاتم وغادي تتعرف شكون. هاي باهي؟ هاي سيدي تفضل.
بسام. تفضل بسام. مرحبا بك بسام في برنامج عندي ما قلت تتفرج في الإيميسيون ولا؟ نتفرج. والإعادات في الصيف تفرجت فيهم ولا؟ نتفرج فيهم. ما كنتش تتوقع روحك نهار من نهارات هكا باش تكون موجود بحذانا بالكل؟ حتى مرة. بحذا مقبليك قالت لك عندك خوصة عندك زوز. هي عندي زوز خوسي. ايش يعني هذوك انتوا زوز خواتم، واحد اصفر وواحد ابيض. ايش يعني؟ ما يعني شيء هذوم هدتهم لي بنيه صاحبتي نعرف. هدتهم لي بنيه صاحبتي. عندك صاحبتك انت؟ ما زلت معاها؟ ما هي بريسك ما زلنا. اي فما هذاك خاتم الخطبه مالا؟ لا مش خطبه. مالا شنو؟ مش خاطبها معناها صاحبتي وكا. توا كي زوز من الناس يتصاحبوا كل وحده تاخذ خاتم وسوا ديزون مخطوبين معناتها مش خطبه كيك تعبير عن حب هكا. عربون عن حب. قريبش العرس ان شاء الله؟ والله ما زلت ساعه. ما زلت شويه؟ ما زلت. باهي ان شاء الله ربي يهني وربي يوسطك بزاف. عندكش قداش عمرك ساعه؟ 25 عام. 25 تخدم؟ لا بطال. بطال. تو واحد عمره 25 سنه وبطال ينجم يعرس في الوقت هذا تو؟ ما ينجمش. عندك بنيه في مخك انت ولا الساعه هذه اللي هديت لك الخاتم مازالت في مخك؟ هاي مازالت. حطيتها نتاع ماخذه معناتها؟ هي حطيتها كان ماخذه ما تو الظروف ما تسمحش يعني. ما يقول لي صعبت شويه الدنيا زاده. صعبت برشا. و25 سنه زاد واحد مازال صغير شويه يظل. عندكش فكره شكون استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك؟ ليه؟ حتى فكره. حتى فكره. باش نقدم لك زوز مؤشرات لعل وعسى يقربوا لك الليله ويقولوا لك شكون اللي استدعاك في برنامج عندي ما نقول لك. الى المؤشر رقم 1. طب يا سي بسام لا تعجبك الايام لا تتفاخر حتى تشوف العاقبه في الاخر. لا تعجبك الايام لا تتفاخر حتى تشوف العاقبه في الاخر. ما تغركش الايام الباهيه ولا حتى الخايبه زاده. وما تتفخرش بهذايا الا ما تشوف اخرتها شنو. هذا معنى الكلام اللي تقال. هذا يقرب لكش شوي. ليه ما قربليش؟ شبيك خايف ومربوط؟ ايش كاتب في الوشم اللي في يديك؟ اسم امي هذا. راه وريني. ميمه كاتبه. باهي. لا في بالي اسم البنيه اللي تحبها هكا ما عرفتش. ليه؟ باهي. يلا نمشيو للمؤشر رقم 2. طب يا سي بسام مهما طالت العشرة يجي نهار وتقول يا حسرة. مهما طالت العشرة يجي نهار وتقول يا حسرة. تبدا تتحسر. صحيح. عندك حاجة تحسر عليها في حياتك؟ غيظتك ولا مقلقتك ولا؟ هي عندي مشكلة مقلقتك. عندك مشكلة؟ شكون ما عندوش مشكلة برك؟ كلها عندها الطفلة اللي تحبها؟ هي عندي مشكلة مع البنية. مع الطفلة اللي تحبها؟ الناس كلها عندها مشاكل. الناس كل. عايش مع داركم ولا وحدك؟ لا مع دار. مع داركم. وكي جيت ما شاورت حد؟ لا ما في بالهمش هما اصلا. ما في بالهمش. انا ما قلتش لداركم ولعائلتكم بكل. لا ما حكيت لهمش. شوف معايا شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي ما قلت لك. صاحبتي هذه. صاحبتي هذه نتاع الخاتم؟ هذه هي. زعما علاش استدعتك لهنا الليله في برنامج عندي ما نقول لك انا ماذا بيا تقول لي انت باش من بعد انا نحكي لك الحكايه كيما حكيتها لي هي وتقول لي انت شنو الصحيح فيها وشنو الغلط. في عينيك دمعه بس هكا ولا؟ صحيح. منيش احكي لي مثال بصراحه
خلينا الليله يعني أنا واحد عجز ما نجمش نوصل معاه هذه. توصل معاه وين؟ نوصل معاه معناها كامرأة وراجل مع بعضنا. تقصد ما تنجمش توصل معها كامرأة وراجل؟ معناها باش نعرس بها ما سمحتليش الظروف باش نعرس. ما سمحتلكش الظروف. ما سمحتليش الظروف. يعني لو تسمح لك الظروف نعرس بها تعرس بها. انت البنيه هذه تحبها ولا ما تحبهاش؟ نحب. نحب. باهي اشتغل المشكله ديجا تحلت. اما الحب راهو ما عمره ما كان كلام. الحب كلام وفعل صحيح. والفعل يجيبه ربي. صحيح ولا؟ علي انا الفعل يجيبه ربي. وانت بمجهودك وبخدمتك وباصرارك وبدفاعك عليها وقتها تحبها بالفعل معناتها، فهمت؟ مش بالكلام. به انت عارف اللي فما مصيبه ولا ماكش عارف؟ نعم. مصيبه كبيره. وانت شنو هي رد فعلك على المشكله هذه؟ شنو عملت؟ ايش قدمت؟ ساعة شنو المشكله الساعه؟ هات نعرفوا المشكله الساعه. هات تعطينا تعريف للمشكله، شنو هي المشكله يا بسام؟ بالك اللي في ذهنك مش اللي في ذهني. المشكله ساعه اللي البنيه هذيا معناها غلطنا غلطه مع بعض. وتويكا حبله مني. حبله مني توي. حبله قتل في الشهر السابع. يعني متفقين انه الغلطه مشتركه. اي. باش تقعدوا تتفرجوا ولا باش تحكيوا وتلقاو حل؟ ماذا بيا انا نلقى حل في الموضوع هذا، ما نحبش نبقى. شنو هو الحل؟ هو فما حل وحيد متاح. انت ما لوجتش على حل. انت هربت. لا. سكرت تليفونك وريحتك ما فماش. ساعات لي ما رميت لها كلمتين سامحني عائلتك رافضينها ومشيت على روحك وخليتها هي تتخبط. دارهم ما في بالهمش، دارهم هم باش يعلموا تو، باش يسمعوا تو بالحكايه، وانت عملت روحك مغناني مكشول. خليتها معناتها تتبربص مسكين. ما خليتهاش انا ساعات. ما خليتهاش انا ظروفي. حبلة في الشهر السابع كرشها بدات تظهر وهي واحدة وانت وينك؟ مسكر التليفون وما فماش ريحتك. معاه انا سي علي يا ربي زاد بالكلام. شنو ليه حتى بالفعل معاه. بالفعل. عرستش بها الفعل. هاو الفعل عرس بها. باهي سي علي انا ما عنديش وين باش نسكنها يا ودي عرس ساعة. عرس اكتب صداق يا خويا في البلدية باش تبدا الامور مريقلة. نضمن المستقبل. ومن بعد شنو نعمل؟ نكتب حتى حد ربي يا خويا. نكتب صديقي وين باش نسكنها. خممت في هذا قبل ما تعمل العملة؟ اي عاد ما تخلينيش ندور عليك تو عاد. اي مش نلعبوا ببنات الناس نرميهم ومن بعد نجيو نقولوا هي عاد انا توا واش باش نعمل الله غالب. شنو تو؟ شنو تو؟ يا بسام اعتبرها اختك سيدي. هاي واحدة عندك خوات بنات؟ عندي. اعتبرها سارة اختك. ايش تعمل؟ لا قول لي ايش تعمل عاد؟ ايش تعمل؟ صحيح واحد باش يعمل ردة فعل ما اخي. شو صحيح باش يعمل ردة فعل؟ ايش باش تعمل؟ نسأل فيك هي اختك، انت ايش باش تعمل؟ اعطيني تقييمك للموقف. ايش باش نعمل مع اختي؟ ما ايه مال شنو؟ طبيعة باش نضربها. شنو باش تضربها؟ باش نضربها شفت انا والله سؤالي ما كنتش نقصد الساعة انه من السؤال هذا باش نعرفك باش تضربها ولا. انت فاجأتني برد الفعل لانه الضرب مش باش يحل هالمشكلة. ان نقصد شنو هو اللي باش تعمل مع الانسان اللي غلطت مع اختك. نحكي معاه بالتي هي احسن. راهو اللي يغلط في مجتمعنا نشدوا نهرسوه بطريحه ماهوش معقول. اي واحد منا يغلط مهما كان الخطا نشدوا نفشخوا. شنو العنف هذا؟ انت امراه ولا راجل؟ تي ساعات راجل يغلط يشدوا فشخوه ومراه كيف. انا بالنسبه لي انا العنف المراه ضد الرجل ولا ضد المراه كيف. شو تضربها؟ ما تضربهاش. لو كان جا ضرب باش يحل المشكله والله نقول لك، اما مش باش يحلها. صحيح مش باش يحل مع السيد يعمل العامله مع اختك. ايش تعمل؟ ايش تعمل اللي انا قاعد نعمل فيه؟ راه لازم يتفضل الموضوع.
يا فيق امان. بسام فيق معايا، انت مراهوج نعرفك وداخل بعضك وماك فاهم حتى شيء هكا ولا؟ صحيح. وماكش عارف، وانت معناتها في الموقف هذا ما كنتش تتخيله، ما كنتش نستخيل. ونزل عليك نزول الصاعقه. هي هذه تجربه في الحياه ما يسالش، باش كي تغلط تعرف تنجم تصلح. صحيح. هكا ولا؟ صحيح. انت عائلتك ما في بالهمش بها يا حبيبي؟ لا ما في بالهم. معناتها تو باش يكتشفوا. باش يكتشفوا. ايوه، وعائلتها زاده ما في بالهمش، معناتها تو باش يكتشفوا. يا خويا خلينا نفضوها من الاخير، خلينا نفضوها لهنا، خلي يكتشفوا الفضان نتاعها لهنا وكهو. سامحني سي علي، كيف باش نفض هنا تو؟ بجدك يا اخي؟ هيا ما شد معايا بالملي تو. البنيه هذه حبله؟ حبل. من شكون؟ منين؟ انت بوه الطفل. انا بوه. باهي، كي انت بوه الطفل ايش تعمل؟ انت في بالك المراه لا مشات للطبيب لا عدات لا تعرف لا طفل لا طفله لا عملت كونسلتاسيون لا حتى شيء حتى شيء. في بالي. ايوه باهي، انت بوه الطفل ايش باش تعمل؟ تخلي الطفل بلاش بوه؟ لا نظهر انا بوه، علاش نظهر فيه؟ انت بوه فاش بالكلام؟ انت زين كيف في الكلام؟ بالفعل سي علي. بالفعل. الفعل ايش يقول الفعل؟ الفعل يقول نكتب عليها صديق. يكتب عليها صديق. انت عندك استعداد لهذا ولا ما عندكش؟ لكن سي علي لحظه. لك قبل لك دقيقه تو انا مقبل. اي عندي انا ساعه ناسي روحي مقبل نهر انا وياك هرر وناسي الطفله انت بشويه. يا ساره. وي سي علي. قلت لي جيب لي بسام. عندي ما نقول له. يا ساره اش عندك ما تقول؟ عالسلامة بسام. عالسلامة. وينك يا بسام؟ شهر كامل نطلب فيك مسكر علي التليفون، فين ما نقول لك اجا نكتب الزيت تقول لي ما عندي وين باش نسكنك، دارنا ما يحبوش، كان يسمعوا يصحتوني انا من الدار. هي وانت صار انا شني ذنبي والصغير اللي فكرت شني ذنبه؟ هي وانا صار انت تعرف ظروفي شنيا ولا؟ تعرف انت ظروفي ولا ما تعرفش؟ اي نعرف ظروفك، مش ما نعرفش ظروفك كان. اي وانا زاد شني ذنبي انا والصغير فكرش في بالك التو ما مشيت عديت؟ في بالي. الله اعلم عليه الصغير ميت ولا حي في كل شيء. هذايا انت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ كي نطلبك نقول لك يا بسام اجا نمشي نعدي، يا بسام اجا نكتب الزيغ تعلق عليا وتسكر التليفون، صحيح ولا ما هوش صحيح؟ صحيح. هاي شنيا اللي صحيح؟ هي لكن صار انت تعرف شنيا ظروفي ولا؟ باهي انا الساعه خايب معاك ولا؟ ما قلتش يا بسام هذا، ما قلتش انت ماكش خايب معايا، اما انا في بالك لي انا شهرين اخرين راني نولد. هي وانت تعرف انا عندي اي انا نولد الطفل وين نخليه يا اخي؟ خليه في السبيطار، نخرج نهبل بيه في الشارع. هي وانا صار ما في حاجه. انت في بالك دارنا ما في بالهمش. هي لكن انا صار زاد تعرف ظروفي ولا ما تعرفش؟ تعرف انت كيفاش نعيش انا ولا؟ شنو مسؤوليتي يا اخي؟ شنو ذنبي انا؟ بربي سامحني، وانت تعرف ظروفك وقت اللي قمت علاقه معاها من الاول؟ لا ظروفي ما كانتش كيف من هكاس يعني. تي تبدلت ولا ما تبدلتش؟ تتحسنها امورك. شو انت تعرف ظروفي وانت تعرف ظروف؟ يا ودي المحظور وقع، الغلطه صارت. كمل يا ساره كمل برا. ها شنو ذنبي انا؟ نولد بيه نبقى بيه في الشارع، كل يوم نبيت بيه في محطه، نبيت بيه في الكياس، نمشي نطلب بيه. ماك انت تحمل مسؤوليتك. انا ماني ما طالبه منك حتى شيء، قلت لك بسام اجا اكتب عليا صديق، ماني طالبه منك حتى شيء. هي نكتب صديق عليك صار ومن بعد اعطيني ومن بعد شنو؟ اعطيني انت من بعد شنو؟ شنو ومن بعد؟ ومن بعد شنو؟ وين باش نسكنك؟ وين باش نعيش بيك؟ هذه انت تحمل مسؤوليتك في هذايا. انت كيفاش باش تحمل مسؤوليتي؟ هو ما عنديش. هي كلم داركم. هي اخي دارنا عندهم صار، انت تعرفهم دارنا راه. اي باهي وانا شنو نعرف؟ انت تعرفهم دارنا ولا؟ نولد دار نهبل انا وياه في الشارع. باهي سامحني لحظه. انت تعرف دارنا شنو ظروفهم ولا؟ اي نعرف داركم شنو ظروف دار. اي نعرف انتم ما عندكمش ونعرف انتم كاينين وكنتوا عند دار صحتكم انا. اي في بالك بهذاي وفي في بالك. وتعرف انت البيت اش فيها؟ اي نعرف اللي عندكم زوز بيوت. زوز بيوت واحنا 5 من الناس، حاشا عينيك. انا وين باش نسكن؟ وما لو انا كي باش نولد وين باش نسكن زاد؟ تتكلم اش بيك سكت؟ شنيا؟
اتكلم مش بك سكت. شنو هي سؤال؟ في غيبوبة انت. اي انا كي باش نولد وين باش نسكن بيه الطفل؟ راني ماني طالبة منك حتى شي، راه ما طلبتش منك الملايين، راه حط حاجة في مخك. ريت كان جت طفلة أخرى الشيء اللي عملته أنت تسكر عليه في التليفون، راهي حكت لدارهم، راه دارهم شو شكو بيك. أنا ذي الكل ما عملتوش. راه أنا أمي كي تسألني تقول لي أنت حبلة، نقول لها ليه، تقول لي هيك نسكت ما نحبش نجاوبها. نجاوبني أنا، راني ماني طالبة منك حتى شيء. قلت لك اكتب عليا صدق، حتى كان سمعوا ما عندهمش عليه حد كمان باللي باش يدخلوا، اما انت راجل وعندك عليه الحق. صار انا مش ناكر فيك، راه مانيش ناكر فيك. اللي انت اللي انا صحيح غلطنا مع بعضنا، اللي انت صاحبتي وصحيح انا نحب. اما لكن صار راه مش مشكلتي في صديق نكتبه، ما عندي حتى اشكاليه. لحظه يا خويا، عاود لي الجمله اللي قلت. صديق نكتبه ما عندي حتى اشكاليه. عاود كل الجمله اللي قلت. هي يا اخي نكر فيها انا ساعات. انا ماني طالبه منك شيء. راه هي انت ايش طالبه منه؟ انت طالبه منه يكتب عليه صديق. وانت نكتب عليه صديق بشرط يا علي، بشرط يا علي. شنو المطلوب هذا هو؟ هي سي علي، لكن حاجه مازالت. انا وين باش نسكن بها البنيه؟ ما عنديش وين باش نسكن بها. ليه تنجموا تكتبوا صديق باش تصحوا الوضعيه نتاعك؟ هي ومن بعد خاطر حلال حتى تحسن ظروفك. دبر نكتب صديق عليه وكل واحد يعيش في دار. نكتب عليها صديق وكل واحد يعيش في دار. على الأقل نصلحوا الوضعيه الساعه القانونيه. هذا حل في مرحله اولى، ومن بعد يعمل الله دليل. ما يوافقوا، لا دارنا يوافقوا لا دارهم يوافقوا. يا ولدي تو انت كنت موافق على توا، شبيك درت في الحياه تو؟ يا اخي انت راك باش تسكن معايا، بس راه ماهوش داركم. راه وين باش نسكنك صار؟ يا اخي داركم يحكموا فيك ما شاء الله، عمرك 25 سنه، راك مش عمرك 15 سنه، راك ولا 10 سنين. سامحني لحظه، وين باش نسكنك انا؟ يا ولدي اكتب صديق ساعه، خلينا نصلحوا الوضعيه نتاع الصغير اللي باش يجي، ومن بعد يعمل الله دليل وين باش تسكنها. يا ولدي المراه في السابعه تنجم تولد غدوه. راه ايش بيك يا بسام؟ انا راك تشدني وجيعه، راه في الليل ساعات نبات ما نرقدش، راه نقول باش نولد تو، نقول كان يشقوا بيا دنا والله ما يقتلوني. تخرج من الاستوديو تمشي للطبيب الطفله الساعه. اول اجراء هذا، تخرج من الاستوديو تمشي للطبيب. والله يا سي علي، والله البارح رقدتها الليل كامل. الصباح من 8 من 6 قمت جيت، خدمت نهارين في ريستورون، خسرت المعون باش لمت 20,000 باش جيت بيهم. ما عنديش باش نجي، ما نجمش نركب في كار ومترو انا باش نحمل الدس واللس. وهذا يكون انت سي بسام ما في بالكش بيه، مادام تسكر عليه في التليفون نطلب فيك تعلق عليه في التليفون، هذا كل انت ما يهمتكش فيه. بسام ركز معايا، المراه هذيا قبل ما تجي لليميسيون، باش تجي لليميسيون ما يلزمها فلوس، يلزمها تركب. صحيح. مشات خدمة نهارين في ريستورون وهي حبلة في السابع، تغسل في المعون وتنظف في الكوجينات. تسمع فيا؟ نسمع فيا. باش تلم حق الركوب اللي هو 20 دينار، باش تجينا لينا احنا لعندي ما نقول لك للكاستينغ وتقول المشكلة نتاعها وتستدعاك. وانت تقول لي توا مادة ساق على ساق بريسك مرتاح، وتقول لي ما عنديش دار، ما عنديش خدمة، ما عنديش فلوس، ما عنديش عليه ما عندي. سي علي هذه وضعيتي روان، عليه باش نكذب على روحي؟ ما عنديش انا مني باش تشبيها نطرت 20 دينار باش تجي لهنا. هي اخي كان المشكله سي علي في 20,000 و100,000. هي هذيك المشكله. اي مشكله عندها وجايع في الليل يشدوها على خاطر ما مشاتش لطبيب نتاع توليد ولا طبيب نساء ب 50 دينار. سيدي شنو تقول لي تو كلام هذا؟ انا عندي يا اخي باش ما نعطيهاش. يتحرك تحلحز اخويا برا باش يخدم. شنو؟ فماش خدمه هذا ذراعك قد المهي وانت قاعد. ما فماش شنو ما فيش؟ برا امشي دبر راسك يهديك. دبر راسك. باش ندبر راسك. ادهن بيع عشري دبر راسك. شنو ما كلام هذا؟ مرمى ادخل فيها انا برا بيع اللي هو خضره معدنوس. اسمع
انت سلبي، وانا هذا اللي مقلقني فيك. سلبي في نيون نحسك. اي كيفاش باش نعمل؟ هي تقول له هكا، اي وانت تعرف ظروفي، هي تقول له انت هكا، وانا كيفاش باش نعمل درا شنو كبس لي روحك شويه. انت شريك في مشارك في الغلطه، راك هذيك ربي. صغير اللي فكرش ولدك، تحرك. ابدي حسن النية. ظهر لي انت راجل وسيد الرجال واللي تنجم تقيم بها واللي انت باش تحاول، وقول نصدم نكتب صداق وخلي لي في داية شهرين ثلاثة. بالك الناس اللي تتفرج فيك يطلبوا تو يعاونوك، وبالك واحد يكلمني يقول لك يا برا جيبوا يلقى نخدموا. فيق ركز 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 ركز. نحبك ذكي، نحبك طاير تفيق. اما هكا نعس بصراحة، نعس. انا نحسها البنيه ساره فيق. هيا يا سي علي والله قبل ما يصير هذاك كنت عمري 14 سنه 15 سنه، ويجا اسال عليا سي علي غاديك بابا يبني نخدم مع البنيه نتاعنا في المرمى، ندهن معاهم، نجيب تاع الضوء نخدم معاهم، نهز شكاير السيمان معاهم. كنت عمري 14 سنه و15 سنه. بس ماني طالبة منك حتى شيء، طالبة منك تكتب علي صديق. راني ماني طالبة منك حتى شيء، لاني طالبة منك تصر، لاني طالبة منك حتى شيء، طالبة منك تكتب علي صديق. انا نورمالمون تو في الشهر السابع راك انت معايا تو في الدار. يلا غالب يا اخي انا ما نحبش زعما. بربي يزيني من الله غالب. اعطيني انا كلام. كي نتفرج في التلفزيون نلقى مثلا امراه حبلة معاها راجلها في الدار نولي نبكي، تشدني غصتي نولي نبكي، نقول بس مش بيه ماهوش معايا، راهو هو يهزني للطبيب، والله تشدني وجايه في الليل ساعات ما نجمش نرقد. انا نورمالمون تو حبلة في الشهر السابع ما نخدمش، مشيت خدمت نهارين باش ركبت وجيت. شنو هي ذنبي زادن؟ نعرف ما عندك حتى ذنب، ما انا صار راك تعلم، راهو حتى ربي سبحانه يعلم باللي انا كيفاه معناها. باش تقعد هكا انت باش تقعد هكا، باش تقعد تحكي هكا معناتها، باش تقعد تحكي هكا ولا باش تبدل المنطق اللي تحكي؟ سي علي انا راهو اسمع سامحني، انا باش نكون معاك حاد شويه تو باش نكون معاك حاد شويه. شوف سيدي، بالسيف ولا بالمروه، بالقانون ولا بلاش، راك باش تستعرف بيه الصغير هذاك، بالقانون زاد. انا مستعرف بيه سي علي. مستعرف بيه عرس بها. اي ما تبداش شو تستعرف بيه؟ تمشي تكتب صداق خويا، تعمل القضيه راه في اثبات نسب ونفقه وبرا عاد ومحاكم وقرقر. اي ما تبداش، فيق ركز معايا سي علي. وعلى سي علي دقيقة خلي يزيني من سي علي خويا، دقيقة يزيني خويا. يا بسام كان جات اعطيني حل عملي. يا بسام كان جات طفله اخرى في بلاصتي انا، في بالك انت راك في الحبس تمشي تشكي بيك تقول ما حبش يستعرف بالطفل وما حبش يكتب على الزاق، يا تاخوها تشكي بيك، راك انت في الحبس راك تو. لا ما يدخلش للحبس، لا 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 لا. انا زي كل راني ما عملتوش راه. انتم مسؤولين على افعالكم، ما يدخلش الحبس. مش هذا الموضوع، احنا خلينا بالسيف عليه يستعرف بالصغير وينفق عليه. بالقانون يستعرف بالصغير وينفق عليه. شنو هي مبرمج في مخك يا ودي؟ فهمني انا مانيش فاهم. سي علي انا هاني ما عندي حتى برنامج، انا بالنسبة البنية صار مستعرف بي اللي صغير ولدي، مستعرف بروحي اللي انا نحب. اما حاجه واحده اشكاليه ضريب، اللي كوني ما عنديش وين باش نسكن. باهي انا اقترحت عليك حل، تكتب صداق ومن بعد تو يجي الباقي الكل. نكتب صداقي ومن بعد شنو؟ من بعد تو يجي. شنو اللي باش يجي من بعد؟ شنو اللي باش يجي من بعد؟ تو يجي الفرج من بعد، اكتب صداق صلح وضعيتك مع المراه ومع الصغير اللي جايك. اكتب صداق، يجي اقف بحذايا، اقف ما تغمنيش، اقف يا ساره.
شوفي بس انت وليد عاقل وولد عايل وغلط اخسر، وليد عاقل باهي متربي وولد عائله لكنك غلط. صحيح. وشكون منا من اولاد العائلات والناس الباهيه اللي ما يغلطوش، الناس كلها نجم. صحيح. البنيه هذه الله غالب خانتها الظروف وخانتها العائله وجات في وضعيه عائليه واجتماعيه صعيبه وغلطت، لكن ما غلطتش وحدها، انت سبب في الغلطه هذه. انتم الزوز غلطتوا. صحيح الزوز غلط. يا نقعدوا غالطين على طول والا نصلحوا بشويه بشويه. معايا في هذا ولا؟ معاك كان. اي معايا. شوف سيدي، الغلطه اللي عملتوها باش تتصلح يلزمها برشا مجهود ويلزمها فلوس ويلزمها وقت. ما نجموش نصلحوها الكل مع بعض، لكن نصلحوها بشويه بشويه. نجم. معايا في هذا ولا؟ معاك. انا باش نقترح عليك، البنيه ما هي طالبه حتى شيء، ما قلتلكش لا سكنني لا وكلني لا شربني لا معناتها قيم بيا لا اعمل لي دار. قالت لك نكتبوا صداق باش تصلحوا الوضعيه اللي بيناتكم، باش الوليد كي يتولد عنده بو وعنده ام وعنده لقب. كي تكتبوا صداق هذايا اولا يخلي العائلات الزوز الساعه، عائلتك تعرف اللي هذيك راهي مرتك وعائلتها تعرف اللي انت رجلها، حتى قدام عينين الناس وحتى قدام المجتمع وقدام الوضعيه مصلحه ما فيهاش مشكله. بعدين تو يجي تكري وتعمل دويره بشويه بشويه وتعرس على روحك، مش مشكله. هذه الطلبات نتاعك يا ساره ولا؟ اي سي علي. اش طالبه بالضبط منه؟ فاهم؟ ما طالبه منك حتى شيء، طالبه منك تكتب عليه صديق هكا قدام العباد قدام داركم وقدام دار. راني طالبه منك حتى شيء. باهي نكتب عليك صديق وكل واحد وبعد يجي كل شيء، بس معليش ما حبيتش تفهم. سامح مش مسكرها انا ساره، راهو مانيش متسكرها راه. انا نعرف المأزق اللي انت فيه، اما يلزمك تكون راجل ديجورجي برجوليه من الاخر. انت غلطت وفزتها، صلح غلطك. نصلح غلطي سي علي. نصلحها غلطي. اي اسكت اسكت، ما تزيد حتى كلمه. تصلح الغلطه. نصلحها غلطي. خليني نعاونك، خليني انا نعاونك. تحبش نقف معاك انا في الورطه هذه؟ شغلك كان تعمل مزيه سي علي. باهي نقف معاك، تبعني يا ماني عايش خويا. هذيك راهي في مقام اختنا الناس الكل، خلينا نفضوا الوضعيه. طلباتك يا ساره؟ يكتب عليه صديق. سؤالي ليك يا بسام، يفتح هذا الستار الليله تو سويت، تخرج من الاستوديو تمشي انت وياها وانا معك، انا معك. العدل اكوردو اشهاد هكا، العدل اشهاد، تكتب صديق وانا شاهد. يفتح هذا الستار على هذا الاساس، نعم ام لا، والباقي تنقل لك نعم ام لا. بعد سي علي خايف انا بعد ما نكتب صديقي تولي تجيني للدار هكا واحد ودارنا باش يصحتوا لي دارنا ودارهم هما باش يصحتوا. ما جيتكش قبل باش نجيك تو يا ساره يا اخي داركم كيف باش هذه جمله قلتها لي تو هذه جمله جبتها لي من حيط وحدك، قال لي تجيني اوه شو هذا؟ اخي شنو يا اخي ما خلي خافنا نكتب صديق من بعد تجيني للدار. بس ما جيتكش وانا تو نجيك من بعد. من بعد وين باش نسكنها انا مرتي على العين والراس، وين باش نسكنها سي علي؟ ما عنديش وين باش نسكنها. يا ودي قلت لك سكنها، انا اكتب صديق واسكت. تكتب صديق واسكت يرحم بوك، اكتب صديق واسكت. مشكلة السكنة كيفاه؟ مبارك اكتب صديق واسكت هكا اسكت هكا صلح الوضعية. خلي من بعد السكنة كيف السكنة شو وصلنا للسكنة احنا؟ ما سي علي يا اخي كتبت صديق ولات مرتي تروح معايا للدار شنو عامله لها؟ ما قلتلكش نروح، اكتب صديق تحصل له. قلت لك انا نروح معاك للدار، قلت لك اكتب صديق يا خويا روح لداركم وانا نروح لدارنا. ومن بعد يعمل الله يدلي، بعد يحلها ربي يا بس خربش على الورق اللي انت بطفل. شبيك تتغاصوا؟ سي علي خايف من حاجه واحده. خايف بس خايف من شنو؟ باش تجيك للدار مش باش تجيك. لا مش والله مش مشكله، هذيك مشكلتي يعني. لا مش باش تجيك. والله واحد يا ساره سي علي لا تجي للدار لا تدور بيه. جيب لي دار ما نجيبوش سي علي، ما جيتوش وانا تو باش نجيهم بعد. يا ولدي لا ما تقولكش
ما عنديش والله ما عندي. ما تقولكش نعرف ظروفك، نعرف ظروفك. والله دار نرقدوا فيها 5 من الناس يا علي والله. يا ولدي دارنا كانت عندنا صحيح دار. يا ودي تو شوف مستعرف بالصغير ولا؟ مستعرف انا تحب تاخوها المراه هذه ولا؟ انا نحب ناخوها. خويا نخرجوا من هنا نهزك عدل الشهاده يجي نكتبوا صداق. حضروا لي يا جماعه عدل الشهاد، حضروا لهم الاوراق والشهاده الطبيه، نسخه بطاقه التعريف، تندبروا خويتهم كذا كذا تك وانا شاد. باهي ولا؟ عضلين منك. عضلين منك. والله يا راجل شنو؟ عضلين منك. يفتح هذا الستار. يفتح الستار. يفتح الستار. يعطيك الصحة. ما فما حتى حل آخر غير هذا. داكوردو؟ حضر لي وعلى موقفك اللي عملته أنا مش بخليك. الخدمة تو ندبروها وتو تكري وتسكن وتعيش وولدك بإذن الله يكون موجود في دارك. إن شاء الله. تبعني بقى. خليك راجل. إن شاء الله. أنا ما نحبش نكون الراجل. إن شاء الله سي علي. حضر لي الأوراق، بطاقة تعريف ونسخة وشهادة طبية ومضمون من غير ما تقولوا للعائلات. اسمعوني مليح. اسمعوني. هذا الكل ما يتعدى الا ما نكتبوا صداق وكتبان صداق تو سويت بعد ما نخرجوا من هنا. داكور من بعد نقولوا لهم اللي انتم تو يتفرجوا اللي انتم عرستوا اموركم واضحه. متفاهمين؟ متفاهمين. دونك باش نخرجوا من هنا باش نكتبوا صداق وانا تو نكون شاهد في كتبان صداق. داكوردو؟ ما تقولوا لحد مالوريزمون والله ما يصيرش. خذوا بخاطري ما تقولوا لحتى حد من العائله. مقتنعين ببعضكم انتم ولا؟ مقتنعين. وانا قلت لكم ما تقولوش للعائله لانكم غلطتوا. بتاتر كي تقولوا للعائله وانتم غالطين تتفركش الحكايه. خلموا الموضوع ومن بعد تو العائله الكل تسمع لانه فما صغير. هذاك علاش. هذيك علاش. داكوردو؟ متفاهمين؟ ما تمشيش تتراجع يا ولدي. ما نتراجعش. هذا كل نعديه. لا ما نتراجعش. وراه ما تكتبش صداق ولا تسكر علينا التليفون ولا تفصع ولا ما ريحتك ما فماش. راني نقول هاني نبهت عليك. لا سي دونك عطيت فيك ثقتي انا متاكد باش تكون في مستوى الثقه. قدرة ربي. لا صار سي بون هكا يرضيك هذا؟ بسام. نعم. على كلمتك. على كلمتي سي علي. باهي نخرجوا من هنا نمشيو ديريكتومون لعدل الشهاد نكتبوا صداق. داكوردو سيدي؟ داكور. يلا تحيه كبيره لساره بسام. نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا التحقيق. بعد أيام من تصوير الحلقة تنقلنا مع بسام وسارة باش يختاروا خاتم العرس ويبدأوا صفحة جديدة من حياتهم.
السلام عليكم، اهلا بالعروس. شحوالك عروسه؟ شحوالك لاباس؟ مرحبا بيك ساره ومرحبا بيك بسام. يا امور حاضر في البوزدان؟ حاضر. جبت مهر ولا ما جبت؟ هاي جبت قداش جبت؟ 10,000 حتى دينار مثالي صراحه. تفضلوا العدل يستنى فيكم ومرحبا. هاي سيدي على بركة الله نبداو كتبان أصداق. تفضل سي عادل الإرشاد سي مصطفى العمري وجليسته الأستاذة روعة الأحمدي. تفضلوا نبداو إن شاء الله. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتوكل على الله في هذا الحفل البهيج وفي هذا الجمع الكريم. الإشهاد على عقد قيران الشاب الأجل المهذب الهمام سي بسام بن على الآنسة الحرة سليلة الحسب والنسب الدرة المكنونة الآنسة سارة بن. مرحبا بكم، نتوكل على الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. آنسة سارة، هل تقبلين الزواج بسي بسام؟ نقبل. وقابلة وراضية بالمهر اللي سماه لكم قدره 10 دنانير؟ نقبل. هاي تفضل إن شاء الله، مبروك عليك سي بسام. هل تقبل الزواج بالآنسة سارة نقبل. تفضل. هاي اكتب يا بسام، اكتب. سمي بسم الله. اكتب بسم الله قبل هنا. فوالا. ايوه. هيا آنسة سارة تفضل. هيا سارة صحن على الأصداق نتاعك. جنبه بالضبط. الحمد لله فقد تزوج على بركة الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه وعلى منهج الشرع العزيز وطريقه الشاب الأجل المهذب بسام بالآنسة الحرة سارة على مهر سماه لها الزوج قبل البناء بها وإرخاء الستر عليها وقدره 10 دنانير دفعها الزوج لزوجته التي قبلته منه راضية ومعاينة وزوجت نفسها منه بكامل الرضا، ووقع بذلك الاتفاق والتراضي التام بينهما على الزواج الشرعي والقانوني طبقا للمنهج الإسلامي ومجلة الأحوال الشخصية بعد حصول الإيجاب والقبول بينهما، وتلي عليهم جميعا ما حرر علنا فصادقوا عليه ووافقوا وأمضوا، والله ولي التوفيق. والحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونقرأ سورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سار فرحانكم؟ أي معناتها انت جيتني ليميسيون حبيته يكتب عليك اصداق وهذا يظهر لي صار لي الليله. أي صار. فرحانه ولا ماكش فرحانه؟ فرحانة. ماكش فرحانة. علاش؟ فرحانة خاطر كتبت الزيق ومانيش فرحانة خاطر أول حاجة دارنا ماهوش معانا، وثاني حاجة معناتها تمنيت أنا نكون معناتها في الفرحة هذه كل تمنيت إنه درنا تكون معاي. تبكيش يسهل من الفرحة تبكي أوكي متفاهمين، أما تبكي على خاطر داركم ما حضروش. أنت تعرف الظرف اللي أنت فيه أنت وبس، ظرف استثنائي الله غالب، فما غلطة صارت أنتم صلحتوها، ما تنجموش تصلحوا هالغلطة هذه بحضور الناس الكل. أنتم أنت بيدك ما نجمتش تستدعى داركم وهو ما نجمش، واللي عملتوه مش تحدي راهو في التلفزة باش لا، انتم كتبتوا صداق على سنة الله ورسوله، بعدين باش تواجهوا الدار اكيد. ايش بيكتب؟ من بعد نعملوا لمة أخرى ومع داركم ودارهم، شنو هي المشكلة؟ حتى يوافقوا الساعة مش لا وين يوافقوا؟ انتم عرستوا. انتم عرستوا. تو اللي صار انا متقبله تو اللي بشي يزيد اللي جاي معناتها انا متقبله اللي بشي يجي. في الصحيح اللي عملتوه هذا هو الصحيح، اللي قبله غلط. صحيح اللي قبله غلط ما تو صحيح. صحيح دونك تواجه وانت راسك مرفوع وبالصحيح. بهذا الحال اللي بشي يجي من بعد انا قابلت. اي ما تبكيش، اعطيني ابتسامه، اعطيني ضحك. وانت سي بس ان شاء الله
نعيش اوكي مع بعضنا، وان شاء الله ربي يسهل لنا في كل. ربي يسهل. دعوه للناس الاهل الخير، راهو ما فيها باس لو كان حد ينجم يتكفل بالسكنه نتاعهم ويسكنهم دويره حتى ب 150 دينار كرا، يخلصها لهم على عوايم هكاك على الاقل، ولا 6 اشهر، وشويه اثاث وشويه كذا، باش الزوايز هذوما اللي غلطوا لكنهم صلحوا. هما غلطوا لكن اليوم صلحوا وعرسوا على سنه الله ورسوله. هذا هو. هاي سيدي ناكلوا شويه حلو على الفرحه نتاعنا وعلى الاقل. هاي سيدي تفضلوا. هاي نبداو بالعروس ولا بالعروسه؟ نبداو بالعروسه. هاي عروس. هاي يعطيك الصحه. هاي سيدي مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ هاي تصديره باهيه على الاقل هكا ولا؟ هاي سيدي جبت لكم 3 كادوات. مدام هذايا الكادو الخاتم اللي باش نلبسه له، وهذايا سيدي انت الخاتم اللي باش تلبسه لهم، وهذايا براسلي باش تلبسها لها. بربي مع الشكر نحب نقدم شكر للناس اللي عاونت، وانا نحب نشهر بالناس اللي تعاون، يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. بالنسبه للمكياج واللباس نجله فيوليت يعطيها الصحه، هي اللي تكفلت بختنا. الاخواتهم هذوما مدام سعيده الشاطر وانس الفقيه. السياره اللي جابتهم سيف الدين اولا. زهور حسن وهشام بن صالح. الحلو مدام زروق وسي محمد زروق بارك الله فيه ويعطيه الصحة. زاد يعطيه الصحة اللي وفر لنا الفضاء هذايا، فضاء مايواي صديقنا محسن الشلوات يعطيه الصحة، والفنان أحمد الطيف. أيضا تحية للي نظم لنا زاد صديقنا سليم العريف، واللي عملت هذا الكل واللي حضرته الروبورتاج الصحفية زينب الكافي. يلا لبسها.